هذه هي أول مرة نشوف ونسمع بيها نيزك يضرب الأرض. بشهر 7 من العام الماضي 2024 شخص كندي هو وزوجته عايشين بأحد المدن الكندية طلعوا يمشون الكلب مالتهم، ورا ما رجعوا للبيت شافوا اكو فد حطام مجموعة من الصخور بالعتمة مالت الباب مالتهم. بالبداية حسب لهم شيء طايح من السقف، بس بعدين شيكوا الكاميرا مالت المراقبة وشافوا انه اكو فد صخرة نزلت بسرعة كلش عالية واصطدمت بالمدخل مالت البيت مالتهم، وجيرانهم قالوا لهم احنا قبل فترة سمعنا صوت كلش قوي ونعتقد انه ممكن يكون نيزك. وفعلا خذوا هذه الصخور الصغيره اللي بالارض ودوها لوحده من الجامعات الكنديه وشيكوا المواد مالتها، فعلا تاكدوا انه هي نيزك. ومن خلال دراسه مكونات هذه الصخور المتبقيه عرفوا انه هذا هو نوع شائع من انواع النيازك اللي يتكون من معادن السيليكون. سقوط النيازك على الارض هو مو شيء نادر، انما عشرات الاطنان من المواد النيزكيه تسقط على الارض، البعض من عندها يتكسر بالغلاف الجوي، البعض يسقط بالبحار، او ايضا البعض من عندها يسقط على الارض. بس هذا الشيء نادر جدا انه نقدر نشوف ونسمع صوت اصطدام هذا النيازك بالارض من خلال مقطع الفيديو هذا. فهذه ممكن تكون صدفه نادره جدا، بس هذا الشيء خلاني انتبه اكثر، ممكن في يوم يطق نيزك، وانتم ايضا يمكن لازم تنتبهون.